بتبدأ الأحداث بشخص اسمه سيونغ كان مديون لناس وهو رايح يسدد الفلوس، خبط في بنت وللأسف سرقت منه كل الفلوس اللي معاه في الجاكيت. الناس دي عشان تضمن حقها من سيونغ مضته على ورقة إن هو هيتنزل على أعضائه الشهر الجاي ولو معرفش يسدد الديون كلها. وهو قاعد لوحده في المترو بيظهر له شخص بيقول له تعالى نلعب لعبة، بيطلع المسدس وبيقول له يا أخي سيبني في حالي بقى بدل ما اديك في وشك. وبعدين قال له معاك سجاير؟ أنا بهزر. فقال له لا، قال له انا معايا لعبة كل مرة هتكسبني هديك 100,000 وان. في الاول ما كانش مصدق، واللعبة دي عبارة عن ان كل واحد فيهم هياخد ظرف وهيخبطه في الظرف التاني. بيلعب سيونج وما بيعرفش يقلب الظرف بتاعه، فالراجل بيلعب وبيكسب. طبعا سيونج ما معهوش يدفع، فالراجل هياخد مكسبه ايه؟ قام مديله بالقلم على وشه وقال له ان كده سيونج يعتبر دفع ال100,000 بتاعته. طبعا عشان هو مش معاه فلوس سيونج بيتضايق وبيقرر يكمل. الراجل كسب سيونج وكتير جدا، فضل يضربه بالقلم لما هرى له وشه، ولكن اخيرا سيونج كسبه وبيرفع ايده عشان يضربه. قام الراجل قال له عندك ال100,000 وان اهم، تحب تلعب تاني؟ بيلعب سيونج تاني وبيكسب. وبكده الراجل بيكون نجح في مهمته انه طمع سيونج، وقبل ما بيمشي بيقول له في لعبة تانية بفلوس اكتر وان انت تقدر تشترك فيها، ولو وافقت كلمني والكارت بتاعي اهو. في اليوم ده سيونج قرر يتعشى سمك من عند ام سانج صاحبه. بياخد السمك وبيروح لمامته وهما بيتعشوا، ادالها الفلوس وقال لها هاتي اللي انت عاوزاه. طبعا هي افتكرت انه كالعاده سارقهم. طمنها وقال لها ان الفلوس دي حلال. مامته بعد ما اخدت الفلوس قالت له بقول لك ايه، خليهم معاك، انت هتحتاجهم اكتر عشان تقدر ترجع بنتك من جوز امها، لان جوز امها هيسافر امريكا وهياخد البنت معاه ومفيش محكمه هترضى تديك البنت من غير فلوس. سيونج قبل ما بينام بيقلب في صور بنته وبيبدا يفكر في الديون اللي عليه، وهنا قرر سيونج انه يكلم الراجل اللي شافه في المترو عشان يشترك في اللعبه. الراجل ده بيقول له على المكان اللي هيتقابلوا فيه. بيروح سيونج هناك وبتيجي عربيه وبيركب معاهم، لكنه استغرب جدا لان كل الناس نايمه في العربيه وكان لسه هيسال هما نايمين ليه، فبينام الموقوف زيهم من الغاز. سيونج بيصحى يلاقي نفسه في مكان زي السجن كده، وان لبسه اتغير وعليه رقم، وبيشوف راجل عجوز قاعد بيعد الموجودين، فقال له ان احنا 456 شخص، وده مكتوب على الشاشة اللي موجودة في المكان. بعد كده بيسمع صوت خناقة بين واحد بلطجي وبنت، وماسك البنت بيضربها وبيضرب فيها لانها كانت شغالة معاه حرامية، وبعد كده سابته وراحت اشتغلت مع حد تاني. البنت بقى دي تطلع مين؟ البنت اللي سرقت الفلوس من سيونج. سيونج بينفعل عليها والاتنين بيتخانقوا مين فيهم اللي هيضربها. بيقوم الباب بيتفتح وبيدخل الحراس وهم متقسمين رتب، دايرة ومثلث ومربع، واعلى حاجة فيهم المربع، واللي بيكشف عن هويته فيهم بيموت في الحال. بيدخل لهم الحراس وبيرحبوا بيهم، لكن الناس بتكون متضايقة من الطريقة اللي هم جم بيها وبيقولوا لهم انهم جايين غصب عنهم. فالحارس بيطفي النور وبيقول لهم كل واحد جاي هنا ليه والديون اللي عليه ايه. زي سانج ده شخص مرتشي وعليه قواضي، بيعرفوهم اننا لسه في الاول واللي عايز يمشي يتفضل يمشي. سيونج بيسأله الجايزة كام، فبيقول له الجايزة قيمتها بتتحدد بعد كل لعبة وهم 6 ألعاب، وبعد كل لعبة الفلوس بتنزل في الحصالة دي وهيتكتب قيمتها على الشاشة. بعد كده بيروحوا عشان يمضوا ان كل واحد فيهم موافق على اللعبة دي. الورقة دي بيكون عليها 3 بنود. البند الاول ما ينفعش اي لاعب يوقف اللعب وينسحب. البند التاني اللي هيرفض يلعب هيتم قتله. والبند التالت بتنتهي الالعاب كلها اذا وافقت الاغلبية انها هتنتهي. بيخرج اللاعبين عشان يتصوروا، كل لاعب بيكون له صورة ورقم. تبدأ اللعبة وبيخرجوا في الملعب كلهم، وبيقابل سيونج سانغ وبيقول له انه مستغرب ان هو هنا ليه لانه راجل محترم ومتعلم. سانغ بيتوه في الكلام وبيقول له ان ده مش وقته. يعني القائد بيدخل مكتبه والتليفون بيرن وبيرد على واحد وبيقول له ان اللعيبه كلهم جاهزين. بيسمعوا صوت ان اللعبه اللي هيلعبوها هي اشاره حمراء اشاره خضراء، اشاره حمراء تقف، اشاره خضراء تمشي. اللاعب اللي هيتحرك لما العروسه تقول اشاره حمراء هيكون خسر وهيتم قتله في الحال. تبدا اللعبه وبيكون قدامهم 5 دقايق عشان يعدوا الناحيه التانيه ويوصلوا للعروس. العروسه بتقول اشاره خضراء وبيبداوا هاتك يا جري، وواحد منهم بيفكر انها مسابقه جري، وبعدين بتقول اشاره حمراء فكله بيقف والبيم كمل، فما كان منه الا انه بيتقتل. العروسه بتقول اشاره خضراء تاني فبيتحركوا تاني، وواحد منهم بيوصل لاول واحد كان بيجري وبيهزر معاه وبيقول له قوم انت هتعمل نفسك ميت، لكنه بيكتشف للاسف انه فعلا مات. كل الناس بتتحرك ما عدا سيونج وكام واحد، وبيبدا الضرب فيهم
او في اي حد بيتحرك. وفي الوقت ده القائد قاعد فوق بيتفرج عليهم ومبسوط وبيسمع اغاني. باقي اللعيبه بتكون مجبره انها تكمل لان اللعبه ليها وقت، وبعد ما يخلص الوقت كل اللي معداش الخط او وصل للعروسه للاسف هيموت. يرجعوا للعنبر تاني وبيجي لهم الحراس وبيعرفوهم ان مات منهم 255 وفاضل بس 201. وفجاه بتطلع واحده من بين الصفوف اسمها هان ماي وبتقول له انها وعندها ابن وعاوزه تربيه، والكل بدأ يعمل زيها انهم عايزين يمشوا من هنا فورا. فالحارس بيقول لهم انهم مش مخطوفين وان دي لعبه. الكل اتفق ان هما مش هيكملوا، وسانغ بيقول للحارس اننا مش هنكمل ولازم نوقف اللعبة زي البند التالت ما بيقول. الحارس وافق، بس الاول اعرفوا الجايزة بتاعت اللعبة الاولى وبعدين نعمل تصويت. الحصالة بتنزل وبيبدأ ينزل فيها فلوس كتير جدا. الجايزة بتكون 25 مليار وان، لان كل واحد من اللي ماتوا بيكون محطوط له 100,000 وان. هم بعد ما شافت الفلوس قالت له انها هتكمل اللعبة. بعدين بيعملوا تصويت والنتيجة بتكون 100 صوت هيكمل و100 لا، ووصلوا لاخر واحد واللي هو الراجل العجوز، وبيبدأ يفكر وبيقول لا مش هيكمل، ولكن في 100 لاعب عايزين يكملوا. فقال لهم انه لازم ينفذ رغبة الاغلبية. وبيرجعوا تاني بكل حاجة كانت معاهم. وأول حاجة بيعملها سيونغ لما رجع بيروح اسم الشرطة وبيحكي لهم عن اللي حصل، لكن مفيش حد بيصدقه. سيونغ بيدي الرقم اللي معاه للظابط وبيقول له اتصل بيه عشان تصدقني. بيتصل الظابط، بترد عليه واحدة وبتشتمه، فبيرمي سيونغ بره وبيرجع. في الوقت ده بيكون في ضابط واقف بيشوف الكارت اللي كان مع سيونغ. الضابط بيطلع من الاسم وبيجيله اتصال ان اخوه بقاله فترة مش بيدفع الايجار ومش موجود في الأوضة، وبيروح للفندق ده وبتطلب منه صاحبة الفندق ان ياخد حاجة اخوه طالما مش هيدفع الايجار. في الاوضة بيشوف كارت زي اللي شافه مع سيونغ. بيرجع تاني الاسم وبيدوروا على سيونغ. في الوقت ده سيونغ مع مامته في المستشفى لانها كانت تعبانة وراحت المستشفى، بس هو مش معاه فلوس يدفع للمستشفى. فمعظم اللي رجعوا هيرجعوا تاني للعبة. سانغ مثلا عليه قواضي كتير والشرطة بتدور عليه. البنت الحرامية بتروح لاخوها الدار اللي هي سايباه فيه، واخوها بيعيط عشان هي مش عارفة تجيب له مامته، وده بسبب انها دفعت الفلوس لسمسار عشان يقدر يهربها من كوريا الشمالية، ولكنه هرب بالفلوس. فهي مسكت الراجل اللي عرفها بالسمسار، هددته وقالت له انها هتجيب له فلوس تاني بس لو نصب عليها تاني هتقتله، وده على لاعب تاني من اصول هندية. اتخانق مع الراجل اللي شغال معاه وضربه ومش راضي يديله فلوس، فمراته وابنه في خطر فهربهم وهو هيحصلهم. بيرجع سيونغ البيت بيلاقي الضابط مستنيه وبيقول له انه عايز يعرف الموضوع اللي كان بيحكي له عنه في القسم لكنه اتهرب منه. وبيدخل سيونغ البيت وبيلاقي الكارت اللي هيروح بيه تاني، وبيجي وقت الرجوع وكلهم بيرجعوا تاني. وفي الوقت ده الضابط بيكون ماشي وراهم بالعربية وفضل وراهم لحد ما بيلاقي عربيات كتير بتتجمع وبيدخلوا سفينة، فبينجح انه يستخبى في السفينة. وبعدين بيمسك واحد من الحراس وبيقتله وبياخد لبسه وبيرمي جثته في البحر، وكده الضابط هيدخل في السفينة كأنه واحد من الحراس. اللعيبة بيرجعوا تاني وعددهم 187 وبيبدأ ينشأ بينهم صداقات. يعني سيونغ وسانغ وعلي والراجل العجوز كونوا فريق مع بعض، والراجل البلطجي برضو عمل فريق وهان انضمت له. وفي الوقت ده الضابط بيكون داخل المكان وبيتعامل كأنه حارس بالظبط، واللي ساعده في الموضوع ده ان الحراس ممنوع يتكلموا مع بعض ابدا. وبالليل هان اتزنقت وعاوزه تدخل الحمام والحراس مش راضي يدخلها، لكنها صممت ان هي تدخل فعلا، وبتكون مهربه سجاير جوه علبه والعلبه بتكون داخل عادي. بنت اللذينه. تاني يوم اللعيبه بتوزع عليهم الفطار، من بينهم دكتور بيغش، يعني بيجيله اسم اللعبه اللي جايه وعليها الدور، واللي بيساعده في كده مجموعه من الحراس. بتبدا اللعبه التانية وبيدخل اللعيبه في الملعب وبنطلب منهم يختاروا شكل من الاشكال دي. سانغ بيتوقع اللعبه لانه كان بيلعبها وهو صغير، لكنه ما بيرضاش يقول لسيونغ وسابه يختار لوحده. بيطلع توقع سانغ صحيح، وطبعا الدكتور عشان عارف اللعبة برضو بيختار صح. سيونغ اختار أصعب شكل وهو الشمسية. اللعبة عبارة عن قرص من السكر، والمفروض انك تطلع الشكل ده من غير ما تكسره، سواء كان مثلث، دايرة، مربع، شمسية، ايا كان. ولو الشكل اتكسر وانت بتطلعه خلاص كده قول على نفسك يا رحمن يا رحيم. بتتقتل واللعبة بوقت معين. الوقت ده كان عبارة عن 10 دقايق بس. هان بتنزل تحت الزحلية وبيكون معاها ولاعة الخبيثة وبتطلع الشكل بكل سهولة.
الدكتور كمان بيخلص وبيطلع الشكل، وعلي وساي كمان بيخلص. بيفضل سيونج وعشان الشكل بتاعه صعب بيفوت وقت طويل جدا وهو لسه ما عملش حاجه وما معهوش غير 3 دقايق بس، فبتجيله فكره انه يمص الشكل لحد ما يدوب ويطلع الشكل ده، ودي بتكون فكره ناجحه جدا. وباقي اللعيبه بيبداوا يقلدوه، والحراس واقفين مش فاهمين حاجه ايه اللي هم بيعملوه ده. بيرجعوا تاني العنبر وبيفضل منهم 108 لاعب بس، وبكده قيمه الجائزه بتوصل ل 34 مليار. بيروحوا يتعشوا في اليوم ده وبيدوهم كميات قليلة من الأكل بيكون عبارة عن بيضة ومشروب. البلطجي بيفكر هو والتيم بتاعه فبياخدوا دور غيرهم تاني، وبالتالي بتبقى مجموعة ما خدتش أكل، فبيروحوا للحارس وبيتخانقوا معاه، والحارس بيقول لهم إن الأكل على عددهم بالظبط. بيروح يتخانق مع البلطجي وبيقول له هات أكلي، وللأسف البلطجي بيموته والحراس واقفة تتفرج ولا أي اندهاش ولا حياة لمن تنادي. بيسمعوا صوت ان اللاعب ده اتقتل وبتنزل فلوسه في الحصالة، وفي الوقت ده الدكتور بيكون مع مجموعة من الحراس وبيساعدهم انهم يسرقوا اعضاء الناس اللي ماتت، وفي المقابل بيعرفوه اللعبة اللي جاية هتكون ايه. وطبعا بياخد اكل زيادة الباشا. بيجي وقت النوم وبيطفوا النور، والقائد بيكون مستني عشان هو عارف اللي هيحصل، لان اللعيبة عرفوا خلاص ان اي حد بيموت بتنزل الجايزة بتاعته في الحصالة حتى لو هما اللي قتلوه. يعني من الاخر قتلوا بعض يا باشا انت وهو والقيمة هتزيد. القائد بيتفرج عليهم وهم بيقتلوا بعض لحد ما الراجل العجوز بيطلع على السرير وبيقول لهم كفاية كده، وهنا القائد بيأمر الحراس انهم يتدخلوا. في اليوم ده من 108 لاعب اتبقى 80 بس، والجايزة بتاعتهم اتضافت للحصالة. وفي الوقت ده الضابط بيسجل كل حاجة بتحصل. تاني يوم بيجي وقت اللعبة التالتة وبيسمعوا صوت بيقول لهم ان معاكوا 10 دقايق تكونوا كونتوا فرق مكونة من 10 افراد. وفي الوقت ده البلطجي بيتخلى عن هان لانه عايز الفريق بتاعه قوي، وفضلت تتحايل عليه وتقول له انها كانت كويسه معاه لكنه طردها، وهنا بتضطر انها تدخل فريق سيونغ. اللعبه الثالثه هي عباره عن شد الحبل، اللي ال 80 لاعب بيعملوا 8 فرق وبيقابلوا بعض عن طريق القرعه الشفافه. اول فريقين بيلعبوا فريق البلطجي وفريق تاني قصاده، وبيشدوا بعض، وبمجرد ما فريق منهم بيشد التاني وبينزلوا من الناحيه التانيه بتنزل السكينه وبتقطع الحبل وبيموت الفريق التاني بالكامل، واللي بيكسب هنا فريق البلطجي. وبعد كده بيجي مجموعه من الحراس وبتلم اللي ماتوا في صناديق. الفريقين اللي بعد كده هيكون فريق سيونغ وفريق كله رجاله. الراجل العجوز هنا بيقول لهم شويه نصايح وانهم ممكن يكسبوا بسهوله جدا، بس اهم حاجه يكون القائد شجاع. وقال لهم اننا مش لازم نقف ناحيه واحده، يعني بمعنى ان اللاعب يقف يمين واللاعب يقف شمال والحبل يكون في النص. بعد كده اول ما اللعبه تبدا لازم نقف ثابتين، والفريق التاني هيبدا يتحرك حركات عشوائيه، يعني من الاخر بيشتتوه. وفي الوقت ده احنا هنتقدم 3 خطوات قدام والفريق التاني كله هيقع على الارض، ساعتها هنشد بكل قوتنا وهنكسب. فعلا بيكسب فريق سيونج بفضل الراجل العجوز. اللعبه بتخلص وكده فاضل 40 لاعب، وفي اليوم ده اللعيبه بتكون خايفه لا يحصل فيهم زي اللي حصل قبل كده وبيقتلوا بعض، لكن ما حصلش اي حاجه. والدكتور بيطلب انه يدخل الحمام وبيخرجوه طبعا وهو رايح يشرح الناس عشان يطلع منها الاعضاء والحراس يبيعوها. الحارس اللي قتله الضابط كان واحد من الحراس اللي بتتاجر في الأعضاء وكان رقمه 29، فكان مضطر إنه يروح معاهم، وخصوصا إن بقاله فترة بيدور على أخوه ومش لاقيه. حارس منهم بيكلم الدكتور وبيقول له خلي بالك من الأعضاء، لأن المرة اللي فاتت في ناس مش رضت تشتري الأعضاء عشان كانت متبهدلة. فالدكتور قال له إن كان عنده كلية واحدة وإنه ملوش ذنب. الضابط طبعا سمع كل حاجة وبدأ يركز قوي في الموضوع لأن أخوه كان بكلية واحدة. فغلط وسألهم على الجثة وقال لهم عملتوا فيها إيه، فقالوا إنهم موتوه. بس انت ليه بتسأل؟ ما انت كنت موجود معانا. بدأوا يشكوا فيه، ولكن لحسن الحظ الدكتور زعلهم وقال لهم اسكتوا انا مش عارف اركز. الدكتور بيخلص شغله والضابط وكمان واحد هياخدوا الاعضاء دي وهيسلموها لواحد بيجي مخصوص بالسفينه. الدكتور بيسألهم اللعبه اللي جايه ايه، قالوا له انهم ما يعرفوش، فتعصب عليهم مسك المشرط وموت الحراس اللي كانت معاه وبدأ يهرب. واول ما طلع من المكان بيشوفوا حارس، وفي نفس الوقت بيجري وراه حارس تاني ومن اللي بيتاجروا في الاعضاء، وبيحاول يطمنه ويقول له ان هيحرق جثث الحراس اللي ماتت لانه ما ينفعش لاعب يموت، وبيرمي سلاحه وبيخلع الماسك عشان خاطر يطمنه اكتر. الدكتور بيصدقه، ولكنه في الحقيقه الحارس ده كان بيضحك عليه لانه كان عايز يموته. لكن في الوقت ده بيظهر القائد وبيمسك الحارس وبيقول له ازاي تغش، اللعيبه هنا متساويه، فقتله هو والدكتور. وبدأ يدور على باقي الحراس اللي شاركت في الموضوع. وفي الوقت ده ضابط مسك حارس وبيقول له عملتوا ايه في الشخص اللي كان بكلية واحدة؟ ده كان اخويا. فقال له انه كانت بنت مش ولد، لكن لو عايز تلاقي اخوك الارشيف في اوضة القائد وكل البيانات موجودة هناك عن اي لاعب. الضابط بيقتله لانه خلاص مش عايز منه اي حاجة تاني، فبيروح فعلا اوضة القائد وبيدخل يدور فيها. في الوقت ده القائد بيلاقي جثة الواد اللي مات وبيقول لهم دوروا على اللي موته، لان انابيب الاكسجين كلها كاملة، فاكيد هو لسه
موجود هنا. في الوقت ده الضابط بيلاقي اسم اخوه وبيكتشف انه كان مشترك في دورة الالعاب في سنة 2015. القائد بيتكلم مع الحراس وبيقول لهم هنبدأ دلوقتي باللعبة الرابعة. كلهم بيخرجوا من العنبر وبيشوفوا جثث الحراس ومعاهم جثة الدكتور. سمعوا صوت ان المكان هنا مفيش فيه اي خداع او غش، واللي بيفكر يعمل ده هيكون ده مصيره. القائد بيطلع الأوضة فوق وبيجيله تليفون من واحد بيسأله هل عندك مشكلة؟ فبيقول له لا خالص ابدا، دي كانت مشكله صغيره وحليناها. طبعا لسه القائد ملقاش الضابط. اللعيبه قدامهم 10 دقايق عشان يكونوا فرق، لكن المره دي الفرق مختلفه، عدد كل فريق 2 بس، زي لعبة شد الحبل كده بالظبط. كل واحد محتاج لاعب قوي معاه عشان يقدروا يكسبوا. سانغ اتفق مع علي على انهم يكونوا فريق، وجي يونغ بتروح لساي وبتعرض عليها انهم يكونوا فريق سوا، وسيونغ بيجي له واحد وبيعرض عليه انه يكون معاه فريقه. لكن سيونغ في الوقت ده كان صعبان عليه الراجل العجوز يا عيني، عشان ما حدش هيرضى يلعب معاه طبعا، عشان هو راجل كبير في السن وهيخسرهم. فقرر انه يروح له ويمدله ايده وبقوا فريق مع بعض. المفروض انهم كانوا 40 لاعب، لكن بعد موت الدكتور بقوا 39 لاعب بس، وده معناه ان في لاعب هيفضل لوحده، ودي كانت هان مي. فخدوها الحراس في داهية. دخلوا المكان اللي هيلعبوا فيه، والمكان ده شبه الحارة كده. البلطجي عمل فريق مع واحد من رجالته بيثق فيه. اللعبة عبارة عن كيسين فيهم بيلي، والراجل العجوز فرح قوي لما شاف البيلي وقال دي لعبتي، وسيونغ طبعا فرحان لان معاه حد بيعرف يلعب. لكن للأسف كانت الصدمة ان المطلوب منهم انك تاخد ال10 بليات من زميلك في مدة لا تزيد عن 30 دقيقة، واللي هيخسر هيموت. سيونغ بينصدم والراجل العجوز مش فاهم اي حاجة. الراجل العجوز بيسيب سيونغ وبيبدأ يسرح ويقعد يلف في المكان. سيونغ بيعاني، بيقعد يجري وراه ويقول له يلا يا عم عشان نلعب، يا عم هتخسرني. فقال له سيبني في حالي، انا مش عايز العب، انا راجل كبير. سيونغ بيروح للحارس وبيقول له الحقني، الراجل مش راضي يلعب، عايز يلعب لكن الحارس ما ردش عليه. بيروح سيونغ يجري تاني ورا الراجل ويتحايل عليه، والنبي يا عم تعالى العب معايا. المهم ان الراجل العجوز بيوافق في الاخر، ومعظمهم بيلعبوا لعبة التخمين، يعني خمن اللي في ايدي عدد فردي ولا عدد زوجي، لو خمنت صح هتكسب. وفي لاعبين تانيين بيلعبوا العاب تانية، اهم حاجة ما يكونش فيه اي غش. ساي وجاي بيتكلموا مع بعض والوقت بيعدي. جاي ولا رايح؟ علي بيكسب سانغ وبيكون فاضل معاه بلية واحدة. فسانغ بيقول له انت كده بتخم وبتخدعني وبيتخانق معاه، لكن الحارس بيقول له عندك من غير عنف. الراجل العجوز بيكسب سيونغ، لكن سيونغ استغل فرصة ان الراجل ده قال له قبل كده انه مصاب بخرف، يعني سيونغ ضحك عليه واستغل فكرة ان الراجل بينسى وكسب بالغش. في الوقت ده سانغ بيقول لعلي انهم مستحيل هيقتلونا يا عم لو فضل معانا بيلي، والوقت يخلص اكيد هيخلونا نصفي مع فريق تاني، قال بيلعبوا كورة مثلا يعني. المهم سانغ بيقنعوا فعلا انهم هيصفوا مع فريق تاني لو فضل معاهم بيلي هما الاتنين. بعدين بيعملوا عقد بالكيس اللي فيه البيلي، وبيقولوا ان اللعيبة في اخر دقيقتين هتتجنن وممكن حد يسرق منك الكيس وخلي بالك من نفسك. في الوقت ده سيونغ اخد البلي كله من الراجل وبيروح للحارس وبيقول له، ولكن الراجل العجوز بيطلع واحدة من جيبه وبيقول له دي اللي فضلت معايا وبيضحك. بيرجع تاني الراجل العجوز وبيسرح مع نفسه، وسيونغ بيجري وراه وبيتحايل عليه انهم يلعبوا. الراجل العجوز قال له هلعب معاك بس بشرط انك تلعب على كل اللي معاك، اللي هم 19 بلية قصاد البلية الواحدة اللي معايا. سيونغ بيقول له انت كده ظالم، لكن الراجل العجوز قال له مش كده ظلم انك تضحك عليا عشان انا عندي خرف وتنصب عليا. اوبا، سيونغ هنا انصدم لما عرف ان الراجل العجوز فاهمه، ولكن الراجل العجوز راح ماسك ايده وحاطط في ايده البلية وقال له انه مش محتاج يكسب ولا عايز فلوس. بيروح سانغ للحارس بيقول له البلية كله اهو، وخدها من غير عنف. طبعا علي في الوقت ده بيكتشف انه اتنصب عليه عيني والحارس بيقتله. ساي وجاي بيقرروا يلعبوا، لكن جاي بتقرر تخسر وبتقول لها انها ما عندهاش حد بره، لكن انتي عندك اخوكي ومامتك، وانها مبسوطه انها قابلتها. في الوقت ده بيموت الراجل العجوز وبيكسب سيونغ، وبيرجع تاني للعنبر وبيلاقي هامي لسه بتصحى وبتقول لهم ان ضرب النار ده مزعج قوي، الواحد مش عارف ينام. القائد في الوقت ده بيكتشف ان الدخيل في الأوضة بتاعته، وده بسبب ان هو بيحط السماعة بتاعته في اتجاه معين. والضابط وهو مش موجود حاول يتصل بحد ولكنه معرفش لان التليفون استقبال بس، فحط السماعة في اتجاه غلط، كشف نفسه. القائد بيدور عليه وبيعلي صوته وبينادي عليه، والضابط ما بيردش عليه، وفضل يدور عليه في الأوض كلها لحد ما بينزل لأرشيف وبيكون على بعد خطوتين منه. لكن بيجيله اتصال، بيروح بيلاقي المونج رمى جثة الحارس على الشط، والحارس ده اللي قتله الضابط. فبيعرف هنا ان الدخيل ده الضابط وبيعرف اسمه، ولكن بيجيله اتصال ان الشخصيات الVIP وصلت وهم دول الممولين للعب.
وطبعا كانوا بيتفرجوا على المراحل الأولى من بيوتهم، ولكن بيحضروا باقي المراحل الأخيرة هنا. بيروح القائد يبلغ شخص اسمه المضيف، وده صاحب اللعبة، ولكن المضيف دوت قال له اعتذر لهم، أنا مش هقدر استقبلهم دلوقتي. بيروح القائد يستقبلهم وبيقول لهم إن المضيف عنده ظروف ومش هيقدر يقابلهم. بعد كده بيروح بيهم على قاعة الVIP اللي هو محضرها ليهم، وبعد كده بتروح الشخصيات دي تغير وتلبس الروب عشان خاطر يستعدوا للعبة الخامسة. في الوقت ده الضابط بيثبت واحد فيهم من اللي بيقدموا الخدمات، وبياخد هدومه وبيدخل الصالة وبيبدأ يصور كل حاجة موجودة في الأوضة دي. الحراس بتفتح الباب على اللعيبة وبيشيلوا اللاعب اللي وانتحر لأنه كان بيلعب مع مراته، ومراته خسرت وماتت. كده فاضل 16 لاعب، وجايزة اللي انتحر بتنزل في الحصالة. بيخرجوا اللعيبة عشان يستعدوا للعبة الخامسة، وقبل ما بتبدأ اللعبة بيدخلوا أوضة فيها أرقام. المطلوب منهم إن كل واحد منهم يختار رقم. الموضوع صعب جدا على فكرة، لأن اللعبة لو بوقت من الأحسن إنك تختار الأرقام اللي في الأول، واللعبة لو مش بتعتمد على الوقت من الأفضل إنك تختار الأرقام اللي في الآخر. فمعظم اللعيبة بيختاروا الأرقام اللي في النص، ولا في الأول ولا في الآخر، وبيفضل لسيونج رقم 1 و16. فقرر إنه يختار رقم 1، ولكن ظهر له واحد وبيقول له إنه على طول في الآخر ونفسه يكون في الأول. سيونج عشان طيب يا عيني ساب له رقم 1. وفي الوقت ده الناس الVIP قاعدين في المكان بتاعهم، وطبعا الضابط موجود معاهم. بيفتح الباب وبيدخل اللعيبة. اللعبة عبارة عن لوحين زجاج، واحد يتكسر لو دوست عليه، واحد يقدر يشيل 2 أو 3 لعيبة، والمطلوب إنك تعدي الناحية التانية. طبعا اللاعب رقم 1 كان نفسه ياخد رقم 1، انصدم. بتبدأ اللعبة وبيبدأ رقم 1، أول لوح بيكون صحيح، تاني لوح بيكون غلط فبينزل على الأرض وبيموت. وبتستمر اللعبة لحد ما همي بتزنق البلطجي وبتقول له إنها دايما كانت بتساعده معاه، ولكن هو اتخلى عنها، وبتروح واخداه ونزلوا هما الاتنين على الأرض. في الوقت ده إحدى شخصيات الVIP بتكبر في دماغه إنه يشوف وش الضابط، وقال له قلع الماسك. فقال له لو قلع الماسك هنا هيقتلوه. فخده فعلا في أوضة بعيدة وقال له انت جميل. فالضابط قال له انت اللي أجمل. طلع الموبايل وبدأ يسجل اعترافه، وقال له قول كل اللي بيحصل هنا. في الوقت ده اللعبة لسه شغالة وفاضل 4 لعيبة. الشخص ده كان شغال في مصنع إزاز، فبيقدر يعرف من انعكاس الضوء لو الإزاز القوي من الإزاز الضعيف. القائد بيلاحظ الموضوع فبيجيب الملف بتاعه وبيقول انه كان شغال في مصنع إزاز، فبيطفي النور. الوقت كان خلاص هيخلص، فسانغ بيزقه وبيخلص منه، وكده بتخلص اللعبة وفاضل 3 لعيبة. بعد ما الوقت بيخلص بينضرب رصاص على الإزاز، وبتيجي رصاصة في ساي وبتعورها. الضابط أخد اعتراف الراجل وهرب. القائد بيجيله خبر فبياخد اللانش وبيطلع وراه. الضابط بيفضل يعوم لبعيد لحد ما بيوصل لجزيرة، وبينزل على الجزيرة دي وبيقرر يطلع مكان فيه شبكة. في الوقت ده سيونج بيعاتب سانغ عشان قتل الراجل الاخير. سانغ بيقول له ان دي قواعد اللعبه. وفي الوقت ده بيدخل الحراس وبيديلهم هدوم جديده وبيباركوا لهم وبيقولوا لهم غيروا الهدوم القديمه. سايب بتاخد الهدوم بتاعتها وبتروح الحمام، ولكن الجرح بتاعها خطير جدا. بيعزموهم على العشاء بمناسبه انهم اخر 3 موجودين في اللعبه، وانهم عدوا حاجات كتير خطر ولسه عايشين. وبعد ما خلصوا اكل بيسيبوا سكينه وبيسمحوا ليهم انهم ياخدوها معاهم العنبر. في الوقت ده بيوصل قائد الجزيرة وبيلاقي أنبوبة أكسجين فبيفجرها. أول حاجة بيعملها الضابط إنه بيبعت الفيديوهات دي للرئيس بتاعه في الشغل، وبيفضل القائد يدور عليه لحد ما بيلاقيه. القائد بيقرب منه والضابط بيقول له ما تقربش مني، ابعد عني أحسن لك، ولكن بيقرب منه فالضابط بيضربه بالنار. الحراس كانت هتتدخل، لكن القائد بيقول لهم مالكوش دعوه. بيطلب من الضابط المسدس والتليفون اللي معاه، لكن الضابط ما بيرضاش. فبيضطر القائد انه يكشف القناع لانه عارف ان هو دماغه ناشفه. وبيطلع القائد هو اخوه. وهنا الضابط انصدم صدمه عمره وطلب من القائد المسدس وهيسيبه ويمشي، ولكنه مش بيرضى. فبيضطر انه يضربه بالنار وبيقتل القائد اخوه الضابط. لا حول ولا قوه الا بالله. بيرجع ال3 لعيبة. سيونغ بيبقى ناوي يقتل سانغ، ولكن ساي بتمنعه وبتقوله لأ، وبتبدأ حالتها تتدهور وتتعب أكتر. وسيونغ بيشوف الجرح بتاعها فبيجري على الباب وبيطلب المساعدة. الحراس بتدخل ولكن معاهم صندوق، وده عشان شافوا في الكاميرات إن سانغ قتل ساي. سيونغ بيحاول يضربه ولكن الحراس بتمنعه. اللعبة الستة والأخيرة لعبة الحبار، عبارة عن مدافع ومهاجم بتتعمل قرعة وسيونج بيختار مهاجم. لعبة الحبار لعبة كورية قديمة، وكان هما الاتنين بيلعبوها وهما صغيرين لأنهم كانوا متربيين سوا. ده شكل ملعب لعبة الحبار. الراس اللي فوق دي راس الحبار، والقاعدة اللي تحت دي قاعدة الحبار. المطلوب من المهاجم ان هو يطلع من قاعدة الحبار يوصل لراس الحبار وكده يكسب. المطلوب من المدافع ان هو يمنع المهاجم. لو قدر يخرجه بره شكل الحبار كله المدافع هيكسب، ولكن في شروط على المهاجم انه لازم يمشي على رجل واحدة، ولكن يقدر يقطع الملعب بالعرض.
من النقطتين اللي في الجنب ساعتها يقدر يمشي على رجله الاتنين، وبكده الفوز هيكون سهل. سيونغ بيمشي على رجل واحدة وبيروح على طول على نص الحبار، وهنا رش سيونغ سانغ بالرمل في وشه ونجح انه يقطع الحبار، وبكده يقدر يمشي على رجليه الاتنين. في الوقت ده الجو بدأ يغيم والمطر بدأ ينزل. سيونغ بيدخل الملعب وبيحاول يوصل لراس الحبار، لكن سانغ بيمنعه وبيحاول يطلعه بره الملعب عشان يقدر يكسب، ولكن بيفشل. وبتستمر اللعبة لمدة نص ساعة كده لحد ما سانغ بيتعب وبيقع على الأرض. بيبدأ سيونغ يروح لراس الحبار وهو تعبان برضه. في الوقت ده الحارس بيطلع سلاحه وبيروح لسانغ، لان بمجرد ما سيونغ يوصل لراس الحبار يبقى كده سانغ خسر وهيموت. لكن سيونغ قبل ما يلمس راس الحبار بيفتكر انه كان متربي معاه، وبيرجع للحارس وبيقول له البند رقم 3 في العقد بيقول لو وافق الاغلبيه انهم مش عايزين يكملوا الالعاب فالالعاب هتوقف. الحارس بيمسك الجهاز وبيبلغ القائد، وقبل ما بيجيله رد من القائد بيمسك سانغ السكينه وبيموت نفسه، وكده بيكسب سيونغ الجايزه وقيمتها 45 مليار وان. القائد بعد كده بياخد سيونغ في عربيته وبيوصله نفس المكان اللي هم كانوا اخدوه منه اول مره، وبيديله كريدت كارد بحساب عليه فلوس. سيونغ بيرجع الحاره وهو راجع بتشوفه ام سانغ ومن حنيتها بتديله كيس سمك وبيديلها فلوس، ولكن ما بترضاش تاخدها. وهو ماشي بتساله هو سانغ كلمك او شفته، لكنه يعني ما ردش عليها. هيقول لها ايه؟ بيرجع سيونغ البيت وبيفتح الباب ولكن بيلاقي مامته ماتت بقالها اكتر من يوم. سيونغ بيكتئب فترة وما بيقربش من الفلوس خالص. البنك اللي هم حاطين فيه الفلوس كلمه المدير واستقبله وقال له انك اول ما حطيت فلوسك عندنا يا عم ما استخدمتهاش خالص، هو في ايه؟ ممكن نشغلك فلوسك وهنكون مبسوطين جدا. سيونغ بيقول له انت بعت لي عشان كده يا تافه؟ وهو جاي يمشي قال له عايز اطلب منك طلب، ممكن تسلفني 10,000 وان عشان اجيب اكل؟ فالمدير بيطلع له فلوس، اللي هو هبل ده ولا ايه؟ بالليل سيونغ بيكون قاعد على البحر، بتجيله واحدة عجوزة بورد وبتتحايل عليه ياخد منها، فبياخد منها الورد، والورد فيه كارت، الكارت فيه عنوان وميعاد وكلمة بتدل انها من الراجل العجوز. بيروح سيونغ فعلا، وبمجرد ما راح هناك بيلاقي الراجل العجوز بينصدم لانه مش فاهم اي حاجة. هو الراجل ده مش مات؟ الراجل العجوز بيطلب منه انه يشربه، وبعدين بيشاور له على راجل تاني في الشارع وبيقول له الراجل ده مفيش حد ساعده من الصبح. سيونغ بيسأله هو انت اللي مخطط لكل ده يا راجل انت؟ لكن الراجل بيتهرب طبعا من الكلام. الراجل قال له تلعب معايا لعبة؟ لو الراجل العجوز ده حد ساعده قبل الساعة 12 هجاوبك على كل الأسئلة، لكن لو محدش ساعده أنا اللي هكسب. سيونغ مسك فيه وقال له انت هتهزر؟ الراجل بيقول له انت لو موتني مش هتلاقي حد يجاوبك على حاجة على فكرة. سيونغ بيضطر يسيبه وبيقبل التحدي بتاعه، ولكن بيقول له لو حد ساعده على الساعة 12 هقتلك انا. فبيقول له انت لو خسرت هتعمل ايه؟ قال له خد كل حاجة وخد كل الفلوس. بيسأله سيونغ انت كنت عايز تقابلني ليه؟ الراجل العجوز بيقول له انهم قالوا لي انك ما صرفتش ولا جنيه من الفلوس، هو انت حاسس بالذنب؟ سيونغ قال له اكيد طبعا، لكن الراجل العجوز قال له بس ده حقك انت، كنت محظوظ ولعبت كويس وتستحق انك تكسب. وبعدين قال له انت عارف ايه المشترك بين واحد معاه فلوس وواحد ما معهوش فلوس خالص؟ ان الحياة في كلا الحالتين بتكون مش ممتعة، وده اللي حصل معايا انا والناس الاغنياء اللي هما الفي اي بي. من فترة الحياة بالنسبة لي كانت مملة جدا، فقررنا اننا نعمل لعبة الحبار وده عشان نستمتع. فقال له عشان تستمتعوا وتموتوا كل الناس دي؟ قال له بس احنا ما اجبرناش حد على حاجة على فكرة، كلكم لعبتوا بارادتكم، وحتى يوم لما اتقسمنا ل100 لاعب عايز يلعب و100 لاعب مش عاوز يلعب انا قلت لا ورجعتكم كلكم بيتكم، ومع ذلك كلكم رجعتوا تاني. سيونغ سأله ايه اللي خلاك تنضم للعبة؟ قال له وانا صغير كانت متعتي في الحياة ان العب مع صحابي، وكانت الحياة حلوة وعمري ما كنت احس الشعور ده وانا قاعد مع الفي اي بي، فحبيت احس الشعور واستمتع في وسطكم يا عم. سيونغ قال له طيب استمتعت؟ قال له تفتكر لو انا ما كنتش استمتعت كنت هسيبك تعيش؟ انا سيبتك تعيش عشان انت رجعتني الذكريات حلوة. وكده الراجل العجوز جاوب على كل الأسئلة قبل الساعة 12، وقبل ما توصل 12 في ناس بتيجي وبتساعد الراجل الفقير، ولكن في نفس الوقت الراجل العجوز مات. بيقرب منه سيونغ وبيقول له أنا اللي كسبت، وبيمشي سيونغ. شوية بيجي القائد وبيغمض عين الراجل العجوز وبيفتكر وهو بيقول له اعتذر للضيوف لأني مش هقدر أتفرج معاهم. فالقائد سأله ممكن أعرف السبب؟ فقال له من المستحيل لأن أنا استمتع وأنا بتفرج أكتر ما كنت مشترك. بيطلع سيونغ من عند الراجل العجوز وبيروح يغير لون شعره، وبيروح لأخو ساي في الدار وبياخد أخوها وبيديله أم سانغ. وبكده سيونغ عوض الولد شوية عن فقدان أخته وأمه، وعوض أم سانغ عن فقدان ابنها سانغ. بعد ما سيونغ بيمشي أم سانغ بتفتح الشنطة بتلاقي فلوس كتير جدا، وبتلاقي ورقة مكتوب فيها إن ده دين عليا لسانغ. بيقرر بعد كده سيونغ انه يسافر امريكا عشان يشوف بنته، ولكن قبل ما بيروح المطار وهو في محطة القطر بيشوف واحد بيضرب واحد بالقلم، والراجل ده
هو اللي كان بادئ مع سيونغ اللعبة. سيونغ رمى الشنط وبيجري وراه، ولكن الراجل ركب القطر ومشي. فبيرجع للراجل تاني وبياخد منه الكارت وبيقول له اوعى تشترك في اللعبة. وبكده بيكون خلص الجزء الأول. نشوفكم في الجزء التاني. سلام.